فكل خطية بتعملها قصاد ربنا دون أن تستحي ودون أن تخجل. كل هذا قبل الخطية. على باب الخطية بقى، ارفض كل فكر، كل فكر فيه خطية ارفضه. اغلق باب لسانك محترسا جدا. قول هذه الآية التي في المزمور: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ابعد عن الخطوة الأولى التي تقودك إلى الخطية. لا تتجاوب مع أي حديث تشعر أنك يقودك إلى خطأ. يعني قعدت مع الناس وبيجروا في أي حديث، مش كل حديث تخش فيه. إن ما قدرتش تمتنع عن الجلوس مع هؤلاء الناس، يبقى على الأقل لا تشترك في أحاديثهم. الشيطان دايما بيجس نبضك، يشوفك سهل ولا صعب، تقاومه ولا تنزل لمستواه وتتفاهم معاه وتاخد وتدي. ده القديسون يقولون: لا تأخذ وتعطي مع إنسان يقاتلك به العدو. لا تأخذ وتعطي مع إنسان يقاتلك به العدو، لأنك عارف أنك أنت إيه؟ هتغلب. الشيطان عايزك تتفاهم معاه بأي طريقة، ينكشك، يفتح لك مواضيع. أحسن حاجة ما تتفهمش. لا تأخذ وتعطي مع الشيطان نفسه من البداية. من البداية لما بيجيب لك فكر خطية، في الأول بتكون إرادتك قوية، لكن كل ما تستمر في الفكر إرادتك تضعف 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 لغاية لما تقع. فأنت من الأول ابعد عن الفكر الخاطئ وعن مقترحات الشيطان. الشيطان يقترح عليك لكن ما يقدرش يرغمك. يقترح زي ما في التجارب الثلاثة اللي قدمها للمسيح، بيقترح: ايه رأيك لو تحول الحجر لخبز؟ ايه رأيك لو ترمي نفسك من الجبل؟ ايه رأيك كلها اقتراحات لكن لا يرغم. فانت لا تقبل منه اقتراحاته ولا تستمر في المفاوضة مع الشيطان. بطول الوقت من المفاوضة مع الفكر الخاطئ جايز تقع فيه. يعني ايه؟ مثل شمشون الجبار، دليلة قعدت تقول له كلام ويمط الكلام. في الأول كان إرادته قوية، ما كانش بيستجيب ليه، لكن بطول الوقت قيل عنه إنه تعب من الإلحاح فوقع وقال اللي هيقال. فأنت ما تجرش نفسك إلى الإلحاح مع الخطية اللي يخليك تقع. ما تقولش انتظر على الفكر لما اشوف يوصلني لفين. انت عارف بالخبرة هيوصلك لفين. مش بس لا تتفاوض مع الشيطان، انما في تعليم قدمه لنا السيد المسيح في التجربة على الجبل، وهي انتهار الشيطان. قال له: اذهب يا شيطان. ذهب. ربنا أعطانا القوة إن احنا ننتهر الشيطان، بس احنا ما بنستخدمهاش.
وبنقول في صلاة الشكر عشان نتذكر الحكاية دي: أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. عندنا السلطان ده لكن ما بنستخدموش، وطول ما احنا ما بنستخدموش الشيطان بياخد علينا وبنفقد هيبتنا أمامه. يعني الشيطان يجي لك فاكر انك انت واحد من اولاد الله القديسين، كل ما ينكشك يشعر بضعفك يزود. حكاية انك تنتهر الشيطان او تجحده دي حاجة اعطتها لك الكنيسة في طقوسها من المعمودية. في يوم المعمودية الطفل بالنيابة عنه قالت: أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك الشريرة وكل جنودك وكل حيلك، أجحدك أجحدك أجحدك، لكي يكون هذا الأمر موجود معاك في كل وقت، مش بس في المعمودية. يجي لك فكر الشيطان ترشم نفسك بعلام صليب وتقول له: أجحدك أيها الشيطان، اذهب عني يا شيطان. ده السيد المسيح مش عمل الحكاية دي بس في التجربة على الجبل، اذهب يا شيطان، ده في مجرى حياته أيضا. لما جه بطرس الرسول وقال له: حاشاك يا رب انك تفعل هذا بالنسبة للصلب والحاجات دي، قال له: اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي. استخدم نفس الحكاية. اطرد الشيطان من اوله، تجحده تنتهره، بس يكون بكل قلبك وكل ارادتك، مش تقول له: اجحدك اي الشيطان او اذهب يا شيطان وانت في قلبك عايزه. هو فاهم ده فكرك عن الكلام يخيل على الشياطين، ده شيطان عارف انك بتقول الكلام ده من قلبك ولا انت اهو كلام. يعني تجحد الشيطان في حزم، في جدية. ده في ناس ما يقدروش يقولوا للشيطان: اذهب يا شيطان، لأن بينهم وبينه صداقة والتعاون، وبيطبخوا الطبخة سوا وبياكلوها سوا، فما يقدرش. عايز أقول لك حاجة: لا تشتهي شيئا يستطيع الشيطان أن يقدمه لك. لا تشتهي شيئا يستطيع الشيطان أنه يقدمه لك. فيعرف الشيطان أنه مش قادر يغريك، مفيش حاجة أنت بتشتهيها هو يقدر يديها لك. لا تشتهي شيئا يستطيع الشيطان أن يقدمه لك. ثانيا، تخلص من كل شيء يخص الشيطان عندك. إن كان عندك كتاب فيه كلام أو صور تخص الشيطان اتخلص منه. عندك رغبة في قلبك تخص الشيطان اتخلص منه. لا تشتاق إلى أي شيء يحاربك به الشيطان ولا تستبقيه عندك. يعني ما تخليش عندك اللي بيسموه مسمار جحا بتاع الشيطان يسيب لك حاجة كده. اغلق أبوابك، ما تخليش فكرك مفتوح للشيطان في كل حاجة، ما تخليش قلبك مفتوح للشيطان في كل حاجة، ما تخليش رغباتك مفتوحة للشيطان. ده كويس ان الكتاب بيقول على المؤمن الحقيقي انه جنة مغلقة، ينبوع مختوم. وبنقول في صلواتنا: سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون. دي رمز للقلب. ليه؟
لأن الرب قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك. قوى مغاليق أبوابك ما تخشش منها أي خطية. وبارك بنيك فيك يعني ما يلده الروح القدس فيك من بر ومن فضيلة.